السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت ندير هذا الكلاص اللي كيجي ساهل وما فيهش تماره وما فيه لا تكلفه لا والو. كيجي غزال وكيخرج واحد الكميه اللي هي زوينه. هانتوما كما كتشوفوا درتو في السوبيره هنايا. انا درت ليه بحال كولي، بغا يدير كل وحده في السلوفان راه يدير كل وحده في السلوفان هكذا. راه كندير غير طبقه، كل طبقه كندير سلوفان ونعاود ندير طبقه اخرى. وانتم كتشوفوا كيفاش داير. وبالنسبه للعلو نتوما كتحكموا فيه كما بغيتوا. ندوزو لطريقه التحضير والمقادير ان شاء الله في نفس الوقت. الطريقه راه ساهله كما قلت لكم. شوفوا كيفاش كيجي 5 على بركه الله. ضروري قبل ما نبداو في المقادير، قبل ما نبداو في المقادير البنات، ضروري راه هادشي كامل كيكون في الفريغو. من غير هيرنيس. الحليب في الفريغو وتا الكريمات في الفريغو. كما كتشوفوا هنا عندي 2 كيسان، يعني نص لتر ديال الحليب قسمه على 2. وانا درت هيرنيس. نتوما ديروا اي بسكوي، راه كاين واحد البسكوي اخر كيكون كبر شويه من الهيرنيس، كيتباع في واحد الساشيه بيضاء كيكون في الاسواق، راه هذاك تا هو زوين. هنا عندي الكلاص الجاهز، عندي الفريز والفاني. نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا الشوكولا اولا ديروا بيستاش اولا ديروا اي حاجه. وتا هذيك الشونتيي راه حتى هي كتجي مزيانه الا ما بغيتوش تاخذوا الكلاص جاهز. وكتنسموا نتوما فاني وتنسموا بفلو فريز ولا اي حاجه. كتقدروا ديروا ديك العمليه حتى هي صافي. كما كتشوفوا هادوك سميتو الفلو انا بايتين في الفريغو، والحليب حتى هو بايت في الفريغو. حتى بغيت نديرو عاد باش جبدتو دابا بشويه. المهم ضروري كلشي يكون بارد باش يطلع لكم دغيا وما ما يعذبكمش. بالنسبه للحلاوه ما غادي نديروا لا سكر لا حتى شي حاجه، لان هو الكلاص فيه كلشي منكه بالفريز وفيه السكر. صافي هنايا واحد اللاطه كناخذها انايا، كندير فيها السلوفان من التحت ومن بعد كنستف فيها الرنيس ديالي بحال هكذا. الوجه يكون من التحت صافي. وكنخوي فيه الخليط اللي طلعته بالطراب. غير هنايا انايا راه وقع لي واحد الخطا، انني ملي حطيت ملي درت الكريمه حركت البسكوي، فملي غادي نبدا نقطع غادي يجيني شويه مفوت. فردوا البال هذه القضيه. ملي تحطوها نتوما في هذه اللحظه هذه فاش حركت انا البسكوي، فاش عاود هزيت حطيت هذيك على الكريمه وهزيتها، هزت مع البسكوي حركاتو ليا. ملي غنقطع ما غاديش يجيني مقاد مزيان. فحاولوا انكم ما ديروش نفس الخطا اللي درت. صافي هنايا غادي نحاول نسرحها. نتوما كما كتشوفوا راه ما طلعتوش، ما تطلعوش بزاف بزاف حتى يولي ناشف. راه ما حدكم كتطلعوا هو كينشف، يعني غير القياس يبان لكم قابط واحد شويه صافي، باش ما يجيكمش قاصح ملي تجبدوه من الفريغو، يعني ما يجمدش بزاف يجي قاصح. صافي انا كناخذ واحد العيبه وكنسرح بحال هكا الطبقه الاولى، ونحاول ندير الجناب كاملين، ما نخلي حتى بلاصه، ونحاول نقاد ما تجيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. صافي انا غادي نسرح الطبقه كامله هكا وندخلها للفريغو. وغندوز للطبقه الاخرى، ندوز للطبقه الاخرى حتى هي نفس العمليه. ودائما كما كتشوفوا راه الثلج عندي باقي، باقي عندي الثلج في الحليب. غادي نحاول نخلط شويه، لان داك ديال الفريز بقى لي شويه من تحت هذوك الحبيبات. فهنا غادي نحاول نحرك مزيان عاد باش ندير الطراب. صافي عادي غادي نطرب كما العاده. دائما نسربيو قبل ما يبرد لينا، قبل ما يسخن لينا الحليب. دابا الحال سخون دغيا كيسخن. صافي ما نطلعوهاش بزاف، يعني هاد المقدار كافي. الا طلعناه بزاف كما قلت لكم غادي تجي قاصحه. هو ساهل في الطريقه وساهل في التحضير وكيجي زوين وكيعطي واحد الكميه كثيره. صافي كناخذ هذاك اللي كنت دايره في الفريغو كنجبدو وكنعاود نحط عليه النكهه الاخرى اللي كتبقى لكم اختياريه. دائما كديروا النكهه اللي بغيتو، فريز، بنان، فاني، شوكولا. كاين حتى بيستاش حتى هو النكهه ديالو زوينه. والا ما لقيتوش الكلاص جاهز كتقدروا تاخذوا الشونتيي كما قلت لكم في الاول وكتنكهوها. صافي العمليه عاوتاني نفسها كتكرر. كنحاول نسرح مزيان، ماشي مشكل. انا حنا نقادو الوجه كيتقاد ملي كنحطوه هيرنيس، غير هو ان حنا نحاولوا ما نديروش بلاصه غليظه البلاصه رقيقه وصافي. صافي العمليه عاوتاني كتكرر. كنعاوتاني نستف بحال هكذا ونحاول يعني من نخلي واحد اسباس فين يدوز الموس.
صافي. وفي الاخر غادي نبداو نضغطوا على الهريس ديالنا باش يشد لينا مزيان في الكلاص. كما كتشوفوا ضروري نخليو واحد ليسباس شويه. وهذيك البلاصه اللي كنا درنا فيها نص نسيت ما قلتهاش لكم، راه هي دايره فيها واحد داك السلوفه اللي في القنت لويتو باش نعلم الجهه ديال اللي فيها نص وحده، شفتوها راهي في الاخر. دابا غادي نحاول نضغط مزيان باش نقاد الهيرنيس ديالي يشد ليا في الكلاص. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كميه كثيره. واش ديروا نص هاد الكميه وديروه عالي بزاف راه تقدروا. شفتوا هاد البلاصه علاش علمتها بحال هكاك، باش نعلم هذاك النص ديال نص وحده كاينه تما. صافي دابا من بعد ملي وركت عليه مزيان وبان لي بان الكلاص خرج شويه من القناه، يعني وركت عليه مزيان، غادي ندير السلوفان مزيان مزيان. دابا انا راه الليل هذا كنصاوب فيه، كتصاوبوا في الليل وكديروا في الفريغو في الصباح كيصبح جاهز صافي عاد باش تقطعوه. غادي ندير السلوفان مزيان باش ما يدخلش ليه الماء، باش ما يديرش ليا داك الثلج ما بين الهرنيس وسميتو الهرنيس يولي رطب ما يبقاش زوين. نحاولوا نقادوه. انا غادي نحاول معاه حيت ما كيلصقش، كنحاول مع سميتو مع السلوفان باش يتقاد. صافي درت السلوفان كما شفتوا، لويت عليه الجناب حتى هما جمعتهم وغنحاول نقاد. انا ما غاديش يبغي يتقاد ليا، فغندير عليه واحد الزيف عاد باش ندخلو للفريغو. صافي دابا راه هو واجد باش يدخل الفريغو. صافي الصباح وكما كتشوفوا حيدت عليه الزيف وما دارش ليا داك الماء، حيت درت الزيف يعني ضروري ديروا داك الزيف هكاك باش يشد لكم السلوفان مزيان. صافي راه دابا تبارك الله جامد وموجود. ساهل ساهل البنات. كناخذوا موس بحال هكا اللي كيكون يعني رقيق وكيكون حاد، ماشي ضروري زعما يكون ماضي ولا شي حاجه، المهم غير يكون هكا رقيق باش ما ياخذش لينا واحد المسافه باش نبقاو نقطعو. صافي غادي ندوزو ما بينهم كاملين هكا، وباش حيت كيلصق الكلاص كندوزو واحد الزيف باش ما نوسخو باش يبقاو نقيين. وصافي صافي كنقطع هكا كلشي وغادي نحاولوا نزربوهم حيت الصهد عرفتي دغيا داب انا ما عنديش الوقت باش نعاود نرجعو عاوتاني الفريغو نبقى نقطع ونرجع. فحاولت انني نكمل كلشي حيت دوك الاولين حيت كيجيو شويه لاصقين. كما قلت لكم انتم شفتوا كيفاش تحرك ليا هيرنيس في في الحطه، ولكن هادشي ماشي مشكل، هذاك هيرنيس اللي بقى غادي يتكال وهذا اللي فيه هذا معليش. المهم اللي تبغيو تحطوا ردوا البال انكم ما تهزوش عاوتاني الكريمه كتهز مع هيرنيس وكتخربقوا. صافي كما كتشوفوا نتوما بالنسبه للطبقات نتوما كتجي نص نص، وبغيتو ديروها على من هكا كما قلت لكم تكون عندكم شي لاطه اللي قل من هذه في العرض وفي الطول، يعني كتبقى لكم اختيار فين غديروه. تقدروا ديروه في اي حاجه عندكم هكا طويله ولا. هنا تبارك الله راه خرجت 33 حبه. وتخيلوا معايا غادي تشريو هذه كنتشريوها ب60 ريال الوحده، ف 33 حبه راه الا جينا نضربوا لها الحساب الا بغينا نشريوها من برا راه غطلع لنا ب100. ضربت لها الحساب لقيتها غطلع ب160 ريال باش غادي يطلع هادشي كامل. ولكن ملي كتصاوبي كيطلع لك ما كاملاش 50 درهم، ما كاملاش، ما عقلتش بالحساب حسبت بالضبط، المهم ما كاملاش 50 درهم. وكديري الكلاص لوليداتك في الفريغو وقت ما بغاو يتبردوا كيهزوا بلا ما يخرجوا بلا حتى شي حاجه، وكيهزوا يتبردوا مع راسهم. ها هو الطبق دابا الطبق النهائي البنات كيجي زوين وكيجي رائع. صافي كتجمعوه كما قلت لكم في الاول، ديروه في السلوفان وديروه في السوبيره او لا تخليوه بحال هكا وتستفوه في السوبيره راه ما كيطرى ليه حتى شي حاجه، كيبقى مزيان. والطريقه سهله وكتخرج كميه كثيره وعندك في الدار. الا بغيتو ديروا هاد الطريقه اللي غادي نوريكم، يعني تهزوا كل هذاك السلوفان اللي كنت دايره ليه ما غاديش نضيعوه، ندير داك الاولين كاملين نديرهم في السلوفان بحال هكا ونديرهم في السوبيره حتى كنكمل داك السلوفان اللي بقى كنديرهم من الفوق وندير السلوفان عشان ما بيناتهم غير باش ما غير حطيت وصافي. اما هو راه كيبقى جامد ما كطرى ليه حتى شي حاجه. صافي غادي ندير دوك الحبات هكا وشي الاخر غنحطو هكاك. ناخذ سوبيره بحال هكا وكنستف فيها وتكون كتسد مزيان. انا راه دابا راه الترخاليه تقريبا راه سخن، نحاولوا تخفوا يديكم باش تدخلوه دغيا. صافي كنتمنى ان شاء الله ان تعجبكم الطريقه ويعجبكم الكلاص وجربوه راه ساهل ما فيه لا تماره لا والو. وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في صحه جيده يا ربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.